أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال ربنا عز وجل في سورة الحشر في الآية رقم 18: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. يتمثل الدرس بسا بيان لمقاصد هذه الآية القرآنية من سورة الحشر في الآية رقم 18. ونحن نستقبل هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان المعظم. لابد من وقفة. هذه الوقفة تقودنا إلى بيان بعض دلالات هذه الآية القرآنية من سورة الحشر لنعرف كيف نستقبل هذا الشهر الفضيل، وكذلك كيف نستقبل ما بقي لنا من العمر. والحياة قصيرة ولو طالت، الدنيا دار ممر والآخرة دار مقر. الدنيا لما غزفت وزلت. لا يقوم السلام ذي سورة الحشر أمشي دينا ربي سبحانه إذا كان يقرأ يا أيها الذين آمنوا يتمسلي المؤمنين أولا قيل المؤمنين يسا غزال ذا القرآن، معناه خطاب التشريف. ربي شرفا غادي يقرأ المؤمنين، خاطر لو انت يقرأ الناس الغاشي الناس ياكل الناس كيف كلكم لآدم وآدم من تراب، ولكن يخدم غدا ربي معيار التفاضل. يفكي غدا أغرفال يزيز ديج يسيري مذانا يرث خلقيث. أغرفالاكي عادل جوست الباران المعيار مضبوط. هنا ضربي في سورة الحجرات الآية 13: إناد وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. أبرشو دينا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. تفرى وحدس. هذا معيار رباني، معيار عادل يسمح بالتنافس الشريف بين جميع الخلق، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويكس عن القيمة علين غلاين عزيزنا ربي سبحانه، وناس عن التقوى سنسياك محسوب نسيسياك ويشو تنسينا لا، ولكن اللي مبول ثيد علي بن أبي طالب يفكي غد ان ريزومي خلاصة مركزة. إناس التقوى دشوت: الخوف من الجليل ألف، والعمل بالتنزيل باء، والقناعة بالقليل جيم، والاستعداد ليوم الرحيل دال. أربعة اللي الربير منطفيثن أسن. فما معنى التقوى؟ الخوف من الجليل، خوف الربي. خوف ربي على بالكم ضمانة كبيرة جدا. سلامة ولا هذا شحال بردان نسد نعاود مارشين أقواد ونور نتساقواد ربي. أولا قسم نتاكم الدم مورت السنارة عاشنت أقواد ونور نتساقواد ربي. خاف اللي ما يخافش ربي، خاطر ممكن أكي ظلمي وني تساقواد ربي يظلميك مسن يتقي الله كي نستغفر الله يعود إلى رشده. هذه الزميمانيس هذه حاس فيمانيس هذه يغال سابريد. كي تقول واحد يظلمك تقول له خاف ربي اتقي الله، يقول لك استغفر الله ويتوب. إذا طحت مع واحد ما يخافش ربي يا بابا قلبكم ماشي صراحة. نقول لكم حاجة: يتمتع بتعذيب البشر وننسى قضاء ربي. يتسفس الفنة ما يتوالي لي فيكتيم ضحايا أطاس، يعتز ويفتخر بكثرة ضحاياه
زيد يتفاس الفنة يفرح يزهول يشعشع ياكل اي غير خاطر يحمل هذه توالي مدن تسرون، يحمل الجرح مري الجرح مدن، يحمل اش تخدموا يحمل مشكله كبيره جدا. فقد تحوج الى لوبيراسيون ثم قران عمليه جراحيه دقيقه معقده لا يقدر عليها الا الخالق جل جلاله، والله ما يزمر سوى ربي. انت عم قرا خلا القصد يقصد الله ربي يسمهن بمعنى ما يغلو مثلا يتسقى ربي الخير ربح. هذا هو سوى علي بن ابي طالب. بعدين نكمل لي البيان إن التقوى 4 الأمور الساعة أمزوارو الخوف من الجليل الخوف تاع ربي، والسين العمل بالتنزيل، تنزيل معنى الوحيين القرآن والسنة بالتنزيل، والثلاثة القناعة بالقليل خطر العبد ما ليس على القناعة يروى يرقى زيك ثوانت ذقول يوم ما إلا يروى وليس يروى إما إلا يلوز يوذ يروى أي نستفكض دروس أستفكض ذرار ندابا كيني رويد والسين صح القناعة كنا كذا ما يكذب ربي رمضان هنفذو يا أخي المعدة من شعبان سنين رمضان كيف المعدة اش كتبدل لي كاباسيتي المعدة معنى هو يذكر انفسنا. مانيش نقول لك واحد يكون واقعي في رمضان لهذا شيء لها نورمال الله يعين، ولكن في السوره كان النظام كما سياتي البيان بعد حين. ولكن الى قليل القناعه، وقد قالها الشافعي حدث بواب فقيه اصولي بل اول من وضع علم الاصول في الدنيا هو القرن الثاني الهجري. ابن خلدون في مقدمته صفحه 424 يقول ولما أصبحت العلوم فنونا بعدما بين بأن الصحابة كانوا في غنية عن علوم الآلة، علم الأصول علم القراءات قاعد اسمه علوم الآلة. قال كان الصحابة في غنية عن هذه العلوم. قال ولما أصبحت العلوم فنونا ظهر علم الأصول، وأول من قعد قواعده الإمام الشافعي في كتابه الرسالة. الشافعي حاجة كبيرة بزاف. لذلك الإمام أحمد الله يرضى على الجميع بعد كل صلاة يدعو له الشافعي يقول يا ربي ارحم الشافعي يا ربي ارحمه يا ربي. وليدو قال شكون هذا الشافعي هذا واش يكون هذا الشافعي؟ تعرفوا واش قال له؟ خاطر لا يعرف قدر الرجال إلا الرجال. قال له يا ابني لقد كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس وهل لهما من عوض؟ أي الناس الشافعي أم يطيج الدنيث أم العافية يتزمرت بمذان ما يكردي ونصبح الزمرت يسأل الخير أربح لا صلاة والسلام كما يذكر الصبح الحمد لله رد علي روحي وعافاني في جسدي. العافية ذكر صغار ليه كيما رانا كاع جينا على رجلينا الجامعة، حتى اللي مريض جاو ان شاء الله اجر مضاعف، ولكن جينا على رجلينا. هذه نعمه كبيره بزاف. اللي بغى يعرف قيمه هذه النعمه يشوف هذوك اللي راهم ربي يشفيهم ويشفي كل مريض. شحال تسوى هذه النعمه؟ لو كان يجي واحد يقول لك نعطي لك رجليك ولا نعطيك كات اي حرز ربي تكشف ما يسد كات مرحبا لا ابغى نقول الصح عادي نعمة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الشافعي أعود إليه أشد لنا إن إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. شو تصوضني مثلا نستسم الحرام ولاش القنيعة لي ديتورنمون الكذب السرقة تبييض الأموال. يلا واحد يكون شاطر دار تبييض الاموال ولا واحد فقلو ولا واحد لا جوج دبي ولا القاضي ولا البروكيرور ولا اللوسيي ولا واحد فقلو. من بعد يقول لك سلكت والله ما سلك. هذا هو المسكين. الدليل اخر ايه انزلت في القران سوره البقره الايه 281 الصفحه اليمنى اخر ايه واتقوا يوما
ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قناعة بالقليل. وصار 4 الاستعداد ليوم الرحيل. معناتها راه يستنى فينا واحد السفر طويل، ذهاب بلا رجوع. واحد يبريبار روحه، يحضر روحه. هذا ما كان واش يحضر. هنا نعود إلى الآية. ربي قال يا أيها الذين آمنوا المؤمنين اتقوا الله. بداها بالتقوى. أقول ربي، والتقوى سمعت واش قال فيها الإمام علي، وربي قال في آيات كثيرة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى واتقوا الله ما استطعتم. وقال في آية أخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. وقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. إيش حل آيات. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. آيات آيات آيات. تقوى تقوى تقوى. وفي رمضان وربي قالنا على التقوى. حبيتوا تكونوا متقين سهله، صوم مليح تطلع. ربي اللي قال في الآية 183 من سورة البقرة، قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن الله يبارك. يلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. وبعدين ربي قال ولتنظر، قال نفس. مشكلة على بالك. لو كان يعني كامل نتعاونوا نتحاسبوا اونغرو. اكيد كاين المؤمنين، كاين الاتقياء، كاين المؤمنات، كاين الخير، نربحوا في جرتهم من الله غالب. نتحاسبوا واحد. هذه مشكلة والله، لا مشكلة كبيرة. خاطر لو كان تحاسبوا اونغرو سي بون اونغرو كاع لا فامي، اذرهم، العرش، فدارت، الجامع بارك الله فيك، قال الجامع الشرفاوي يتحاسبوا اونغرو. كاين فيكم مؤمنين ولا غير نربحوا في جرتكم باذن الله. خاطر كاين اتقياء يقينا وكثير والله يبارك. حتى الاتقياء نقولوا زيدوا في التقوى، لازم تزيدوا في التقوى، لانه ما كاينش القناعه في الامور هذه. القناعه في امور الدنيا معليش، مي في الاخره في التقوى ما كاينش فيها قناعه. كل ما طلعت كل ما يكون احسن. خاطر ربي اللي قال اتقوا الله حق تقاته، وإذا قال اتقوا الله ما استطعتم. كاين دو نيفو، والمؤمن يتأرجح بين مستويين، المستوى الأعلى والمستوى الأدنى، ويجتهد. ونسأل الله لنا جميعا حسن الختام. يلا ربي قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس. إذن الحساب فردي. سمعتوا الآية في سورة البقرة 281 واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ولكن سبحان الله، جاء أحد الناس إلى أحد العلماء قالوا كيف يحاسبنا الله يوم القيامة فردا ونحن كثر؟ قال لا، مش يحاسب ربي يوم القيامة يونيون طاز أو 1 مليار ماشي 200 مليون 2 ملاير 5 ملاير. شحال يخلق ربي؟ أن تحاسب يوم القيامة، ويسمى يوم القيامة لطول القيام. ماشي بسهولة واحد يوقف ديجا في الطابور ما عندهاش الكوراج. الطابور برك تقول له صداطون، تقول استنى برك واحد ساعتين، يقول لك ساعتين شغل ساعتين هذه. إيه نعم إيه، وماذا بك ما استناوهاش. ولكن إذا كان لازم. ولكن يوم القيامة نسأل الله حسن الخاتمة. لذلك هذا العالم سئل قال كيف يحاسبنا الله فردا ونحن كثر؟ إن يسمح غير حسب ربي يوم القيامة يون أتصيفنا ذي الآخر. إن كما كان يرزقنا في الدنيا فردا سامبل واضحة سهلة. أمشي الدنيا يفكي هذاك الأكسجين، يفكي كلش نسعى ياكل كوطن نغيب يون من ذي الآخر إن ربي يسماه. إن الله على كل شيء قدير. لذلك سمعت الآية. ولكن بعد فيه سر آخر، قال كيما تتعاونوا في الدنيا هكذا عندكم كاع الأجر، هذا مع هذا ما تعاونتم يعطي لكم أجر مضاعف. باسكو كي يروح يعيا تقويه، كي تروح تعيا تقويه، هذه يقويها. هاو جايه صلاة التراويح، كي يشوفوا الجماعة معمر نصليو كاع صلاة التراويح. اللي عنده اللي رني ديسكال واللي مرض واللي تعب واللي تعسان، هذا يتقوى بهذا.
ويوم القيامة إن شاء الله هذا ينفعنا أيضا جميعا، وستسمعون الآية بعد حين. من بعد ربي قال ولتنظر نفس ما قدمت لغد. أشو ثفكات نفسيتي وزكا قرنك أين يزرع ومذان ذي الدنيا ثغلف ذي الآخر هكا يقال استقبالي. وربي في القرآن الكريم في سورة الكهف آخر آية الآية 110 فمن كان يرجو لقاء ربه، احنا يوم القيامة سنرجو ربي مقابلنا ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وين يترجل مقابل ربي هذا يخدم ما يصلحان، ماشي يخدم كان خاطر غاش يكون خدمان. ربي ما قالش فليعمل وخلاص، لا قال فليعمل عملا صالحا. الخدمة شكون اللي ما يخدمش؟ الناس كاع تخدم، شكون اللي ما يخدمش؟ كاع الناس تتحرك، تحركات الناس حركة الناس في هذا الوجود يقينا موجودة، ولكن كيف؟ في أي اتجاه؟ هل في اتجاه البناء أم الهدم والدمار؟ هل في التجميع ولا في التفريق؟ هل في صناعة الأمل وزرع الأمل أو في زرع اليأس وبذور اليأس؟ هل في صناعة الإحن والمحن والفتن أو في صناعة الراحة والسعادة؟ كل هذا وكل له وجهته. نسأل الله حسن الخاتمة. ربي ند ولتنظر نفس ما قدمت لغد. قال نستقبالي إلا وسا إلا والزكا إلا وزكا. والموت حق، ما كاينش اللي يقول بلاك نسلك، والله ولا واحد يسلك. ربي قال كل من عليها فان، وهذه الصيغة تفيد الاستغراق والشمول سونز اكسبسيون. الآية أخرى ولكل أجل كتاب، وآية أخرى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. آية أخرى وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والإمام الشافعي الله يرضى عليه يقول ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. أمذياز الله يذكر بالخير مازال حي من مدرسة الحياة يتحدث الشيخ رمضان الله يذكر بالخير إنه صلت في النبي الطاهر نتساوى ذباب الشفاعة فقصت من المثزر ثوار أشحال فردان الساعة يقفغو يغزي في العمر لابد داو الساعة تسد المث الحرف الليف تكفى الهضرة التكليف هذا الشيء ذا شهدوري يثليف هذا الشيء ذا غير العالي تسد المث الحرف الباء ثوف هذا الهلك السبع. شحال اللي صاموا العام اللي فات السنه هذه ما صاموش وحنا ماناش عارفين اذا كانوا صاموا ولا ما صاموش. الظروف مازال نقول اللهم بلغنا رمضان لا ندري. كاين اللي صاموا العام اللي فات والله صاموا هذه السنه وما يصوموش ماتوا قال خير. ونحن ايضا لا ندري واذا كان كتب ربي نصوموا هذا الشهر هذا الفاضل ماناش عارفين اذا كان نكملوه اذا كملناه ماناش عارفين اذا كان نصوموا اللي بعده لا ندري. إذا لابد أن نفكر في هذه. عمر بن الخطاب قال كلما سمعت الناس يقولون مات فلان كما تتداول أخبار الوفاة قال كلا وقلت لنفسي سيأتي يوم يقول الناس مات عمر وقد حصل وقد مات شهيد المحراب عمر الفاروق. لذلك الموت وحده السبة ماشي وحده ماشي ذيوث الموت يوث السبة ماشي ذيوث تسد الموت الحرف الباء ثفد الهلك السبة ورس زمير من الطبا أرسول بفن القبة مشى فعل الشيني تسد المس الحرف الثاء الصورة يوثه ثوثة الروح يساد المرثى لتستسل الورثة كل يونكم يتمني تسد المس الحرف الجيم أهل المؤمنين يستحوجين غرث القرآن ثهجيم سيتمس إن شاء الله تنجيم أتمنى عمسي الحزاني تسد المس الحرف الحاء ناس الزيك سنيك صحا ذي بيت الله يقلحا ان شاء الله الذنوب يمحى الصلاة على العدناني تسد المس الحرف الذال سيسمور يلي الفذال يعني ولا شويه يروح عندكم كان باير كونفوكاسيون انديفيديوال تسد المس الحرف الذال سيسم اور يلي الفذال ثلهاز يغلى السعدال الفقير كذا الغني تسد المس الحرف السين
أضروح راسخة من الحصين نك ياكذ الفعلي وذي سين يموت حسن ذي الحسين مشارني ديال نكوني كني قال الإمام علي إن أخياما بدنياه اشتغل وغره طول الأمل الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. المسينا تساد المس الحرف الضاء لحباب خدم الفريضة نانا سيلي يسيفضا إلى قصبر القضاء وما الدنيث ذا الفاني ذا سفروغ الزيف وقيت دينان ذا مذياز يتساقوا ربي صغرى ذي الدنيث في المدرسة الدنيث يسوف غدا يروج شوية يوم السلام ثورة ولتنظر نفس ما قدمت لغد إذ هذا الغد يقينا سيأتي وكل آت قريب. على بالكم ايش قال ربي سبحانه أتى أمر الله فلا تستعجلوه ما قالش يأتي هي المفروض يقول يأتي قال أتى أمر الله فلا تستعجلوه. أم بعد سبحان الله على بالكم هذه الآية العجيبة كيفاش تكمل واتقوا الله جاء هذا الأمر بين تقويين إناد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله شفوا عليها اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد أبرنت واتقوا الله غير هذه اللي جايه بهذه الطريقة على بالك هنا اتقوا الله اتقوا الله معنى قوض ربي في البداية أثناء ابتداء وأثناء وانتهاء خوف ربي اتقوا الله وبعدين واش قال ربي إن الله خبير هذه كبير على بالك هو خبير مع انتهى لا تخفى عليه خافية مع انتهى على بالو بكلش صافيه ما لا ينفع فيها غير الصح قرن قبيلي رقيقة تزور روح كان ترى تساوي كان إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كما قال القرآن. والله ما عارفين نسأل الله حسن الخاتمة ونسأل الله الثبات. لذلك ربي قال في سورة إبراهيم الآية 27 يثبت الله الذين آمنوا باش بالقول الثابت ديجا القول ثابت بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هذه الآية أكتفي بها. هل بكم بعد هذه الآية 21 هذه الآية 18 لازم نحتاجوا دي ريفيرونس ولا لا نحتاجوا مراجع أعطاها لنا ربي في القرآن في السورة نفسها أرجع له دير مرشرية واش تلقى الآية الثامنة ربي هضرنا على الصحابة شكون على المهاجرين ربي يرضى عليهم جميعا المهاجرين عندكم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عاشوا معاه تمرميدة والحيف والعذاب وقريش والكفار وهاجروا ابتلاءات تلو الابتلاءات مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. نعم بعد واش قال ربي في آخر الآية الثامنة من سورة الحشر قال أولئك هم الصادقون. التي قرأتها ليست من الحشر لا فقط اختصارا أعود إلى الآية رقم 8 من سورة الحشر ختامها أولئك هم الصادقون تكلم عن المهاجرين. جوست أبري الآية التي تليها الآية 9 ربي تحدث عن الأنصار في الآية 9 ذكر بعض أوصافهم منها يحبون من هاجر إليهم. يا بابا هذه خطيرة نيفو عالي بزاف. المهاجرين جاو والأنصار يحبوهم خاطر ممكن تتحب واحد ممكن واحد تكرمه تعطي له كلش ما تحبوش تقول تاكل تشرب طوموبيل واش حبيته مين ما نحبكش مشكلة ربي سبحانه الحب هذا أعطى له قيمة يعطى له ضبطه الحب مضبوط في شريعة الله باش يبني ولا يهدم يجمع ولا يفرق يزرع الأمل ولا يزرع اليأس. نعم يصنع السعادة ولا يصنع الفشل ولا يصنع الشقاء والفتن. شحال الشروط اللي عنده
ربي ذكر الصحابة الأنصار وصفهم بهذا الوصف، قال يحبون من هاجر إليهم. من بعد قال واش قال بعد شوية؟ واش قال؟ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه الآية الثامنة. الآية التاسعة. الآية العاشرة جاء دور اللي يتبعوهم، اللي يتبعوا كان اللي يتبعوه هذو. واش قال ربي سبحانه؟ كيف علمهم؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذه في الآية العاشرة. الآية 18 سمعتوها، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الآية 21 واش قال ربي؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الله أكبر. ونحن نستقبل شهر رمضان، شهر القرآن. نسأل الله أن نكون جميعا ممن يكونوا شاطرين، نجتهدوا لا مكان، نجتهدوا في الأعمال الصالحة برك. والأعمال الصالحة تعرفوها كاع بلا ما نقولها. اللي ماتوا الله يرحمهم، المرضى ربي يشفيهم، والأحياء ربي يوفقهم ويوفقنا جميعا للخير. نسأل الله أن يوفقنا لصيام أيام هذا الشهر الفضيل ولقيام لياليه. آمين والحمد لله رب العالمين.